بعد ما وصلت مشاهداتي على سناب بهذه الارقام اللي تشوفونها قدامكم، الارقام المليونيه، وعرضتها لكم اكثر من مره واكثر من شخص. يا عبد الله شلون؟ خلوني الحين اوضح لكم شلون او شنو الخطوات اللي انا اتبعتها عشان اوصل لهذه الارقام. بس عشان تكون على بينه، اشتغلت على الموضوع يومين، لخصت عمل تقريبا سنه كامله عموما اساس اوصل للارقام هذه اللي انتم شفتوها. في اكثر من نقطه ابيكم تركزون فيها معاي عدل. من اللي راح يستفيد من الشرح هذا؟ اللي عنده نجمه، سواء كانت على حساب شخصي او حساب كنشاط تجاري، وكذلك اللي عنده بروفايل كصانع محتوى رسمي شخصي او كحساب تجاري. وفي نقطه مهمه، ابتعد عن تثبيت السنابات اكثر من يوم. يعني حدك اذا تبي تطبق هذا الشرح وياي، حدك السنابه تقعد 24 ساعه وتختفي، لا تثبت اكثر من يوم. رقم واحد، حاول انك تختار المحتوى الصح. يعني حاول انه يكون محتواك ذو جوده، ذو قيمه للمشاهد. يعني باختصار، ابتعد عن السنابات العشوائيه، وحاول ان كل سنابه تنزل جديده على سنابك لازم تكون اقوى من اللي قبلها. هذا التحدي الصعب. رقم اثنين، عدد السنابات مهم جدا يا جماعه. انا قاعد اشوف عدد كبير قاعد ينزل عدد خيالي، لا، الامر هذا غلط. حاول انه باليوم اذا عندك مثلا، او انه ما عندك شيء، قول من 15 سنابه. عندك محتوى 20 سنابه، عندك تغطيه 35 سنابه. أقل من العدد هذا ما راح يوصل للمحتوى الكامل. أكثر من العدد هذا راح يمل المشاهد وراح يطلع من سنابك، وبالحالة هذه ممكن على سيستم سناب يشوف ان سنابك ممل فتطيح من الترند. جودة المحتوى أهم من الكمية. ركز على جودة المحتوى اللي أنت تقدمه، أهم من عدد السنابات العشوائية اللي ما لها أي هدف. جودة المحتوى اللي أقصد فيه نوعية المحتوى، مو التصوير انه لازم يكون احترافي. الامر هذا ما يمنع انه يكون احترافي، بس لازم يكون المحتوى ذو جودة. رقم ثلاثة، اوقات النشر مهمة جدا يا جماعة. شوفوا، انا بالنسبة لي اللي انا جربته، عندي اوقات ايام العمل اللي هو الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس. عندك تقريبا في توقيت حاطها لكم الحين، عندك من الساعة 8:30 الصبح. هذه مهمة، لازم تنزل فيها على الأقل 3 سنابات 30 ثانية. يعني إذا أنت نزلت محتوى بداية اليوم ب3 سنابات وشديت المشاهد على الأقل كمل 15 ثانية من أصل 30 ثانية، أنت هني خلينا نقول ركبت موجة الترند. وطبعا خلصنا من 8:30 أو 28 دقيقة اللي هو بداية اليوم. طبعا يوم سناب يبلش الساعة 11 بالنسبة توقيت الكويت، توقيت الرياض، ولكن أنا أقول لكم لا، بلش 8:30. الناس توها فاتحة جهازتها، اللي رايح دوامه، اللي توه قاعد الصبح. فهمتوا الفكرة؟ الوقت الثاني راح يكون تقريبا الساعة 11 الظهر. هذا هم وقت حلو تنزل فيه أقل شيء 3 سنابات، نفس الفكرة الأولى، عشان يكون في محتوى متسلسل ويجذب المشاهد ويكمل معاك. ولازم السنابات الجديدة اللي تنزل أقوى من اللي قبلها. ولا تنسى عندك بعد الساعة 1:30 لازم تشارك فيها بالسنابات. عادي، ما يمنع أنك سنابتين، 3، 4، 5، بس قلت لكم الليمت اليومي من 20 إلى 35 سنابة، لا تزيد. والوقت الذهبي حق سناب للدخول الترند بشكل كبير اللي هو تقريبا الساعة 4:30 قبل المغرب، خلينا نقول إلى الساعة 7. هذا وقت قوي لدخول سناباتك للترند. حاول انك تشارك فيها بالسنابات هم بعد اقوى من اللي قبلها. اما بالنسبة لاخر اليوم، عندك للساعة 10 شارك على الاقل صورة، صورتين، او انك اذا تبي تختم صورة، صورتين، او 3، او فيديو، صورة. شوفوا، بعد ما تخلص اليوم وتنزل سناباتك على هذه الاوقات، اليوم اللي بعده ما تنزل شيء، تنتظر لين تخلص السنابة اللي يعني يوم اوف عندك. اذا ما عندك تغطية، ما عندك اشياء مهمة، انت رتب جدولك عاد. يعني مثلا انا اليوم عندي تغطية، عندي شيء مهم، من الصبح ارتب محتواي بحيث ان عندي اعلان ولا عندي تغطية لليوم هذا اللي راح ترتفع فيه مشاهدات. يعني كمثال، انا التزمت بالتوقيت هذه اليوم كله، خلصت ختمت سناباتي. اليوم اللي بعده ما انزل شيء، انتظر. اصلا الموضوع يحتاج صبر، ممكن ما تضبط معك الحركة من اول مرة، ممكن ما تضبط من ثاني مرة، فاصبر مع هذا الامر لين مثلا
على قولتهم يصير عندك دخول للترند، ركبت الموجة اللي هي من الساعة 8 ونص الصبح، هذه هي الموجة اللي بالأساس إذا أنت صعدتها خلاص أنت باقي يومك الترند. ليش اليوم اللي بعده ما نزل شيء؟ لأن أنت أصلا بالأساس السنابات اللي نزلتها باليوم اللي قبله موجودة اليوم، يعني ثاني يوم موجودة ما خلصت. آخر سنابة نزلتها الساعة 10 للحين موجودة. فأنت إذا نزلت أي شيء ممكن تحرق الترند عندك وتطيح نفسك من الترند على قولتهم وتنزل مشاهدات. وهذا المعدل قيسه على مثلا يوم وترك وما خلصنا. في بعد كذا نقطة مهمة، شوف لو حسيت انه والله فعلا المشاهدات ارتفعت عندك وجبت ارقام مو نفس اللي كنت تجيبها قبل، كمل على نفس القوة وأقوى. ركز كل سنابة تنزل جديدة لازم أقوى من اللي قبلها. يعني حاول أن يكون عندك محتوى تسلسلي، المشاهد ينطر أنت شنو راح تنزل، وعدتهم بشغلة فينتظرون أنت شنو راح تنزل بالمحتوى القادم. فهمت الفكرة؟ هذه النقطة مهمة ولكن ما تساعد أنك تطلع ترند بشكل كبير، ولكن خلونا نقول لكم أنها مهمة. حاول أنك تحط أسئلة تفاعلية مع جمهورك، صورة تذكر فيها تفاصيل معينة، ايش رايكم فيها يا جماعة؟ يعني مثل الأمور هذه اللي تعطي تفاعل بينك وبين جمهورك، على الأقل تحسس جمهورك أن أنت مهتم فيهم وقاعد ترد عليهم بين فترة وفترة. وأما الشغلة المهمة اللي الكل لازم ينتبه لها والكل لازم يركز عليها، الترند بالسناب يختلف. من زمان وانا اقول لكم موضوع اسمه اكتشف، يعني انت نزلت محتوى استوفى الشروط الخاصة بالظهور في اكتشف، السناب راح ياخذ محتواك بشكل تلقائي وينزل على اكتشف. لا وازيدكم الشعر بيت، ترى عادي الستوري مالك يطلع في الاضواء. في عندنا الحين مكانين حق الترند، خلينا نقول تسمونه ترند، الترند يلا عندنا مكانين حق الاكتشف او الترند، يعني تقدر تجيب مشاهدات من اكتشف او الاضواء. واما بخصوص المحتوى، هل انا اصور من كاميرا سناب وانزل بشكل تلقائي ولا احفظ ومنتج وبعدين انزل؟ شوفوا يا جماعه، انا بالنسبه لي اللي انا متبعه اصور يعني الحين هذا كله ترى اللي انتم شفتوه صورته وجمعته ومنتجته ونزلته لكم بوقت واحد بطقه واحده. هذا افضل شيء الحين على السناب. حاول انه ما يكون في تجزئة بين القصص، يعني تنزل شوي وتوقف، تقطع شوي وترد ثاني مرة. هذا الأمر القطعة هذه اللي فيه فراغ بين السنابات ما في شيء متصل، هذا ممكن ينزل المشاهدات عندك ويطيحك من الترند. ركز، ترى كل أمر هذا أو كل نقطة هذه مهمة جدا، انك تحافظ على استمرار المشاهدات عندك من اول سنابه لاخر سنابه. وترى ما يمنع انك تنزل من كاميرا السناب اذا كان فعلا المحتوى اللي انت تشوفه فيه بدايه وفيه وسط وفيه نهايه، صورته بشكل لحظي عادي نزل ماكو اي مشكله، هذه عادي ما تمنع. حتى لو كان ممكن البعض يقول انا عندي سفره ابي اصور مده 7 أيام متواصله 10 أيام متواصله، مستحيل اوقف تصوير، يعني في محتوى في شيء ماشي. وممكن البعض بعد يقول انا عندي تغطيه لمده 3 أيام ملتزم فيها. رتب سنابك، هيئ سنابك قبل اي شيء عندك، قبل اي انتقاله، قبل اي محتوى عندك، رتبه قبله بيوم. ارفع المشاهدات، امسك المشاهدات، اصعد بالموجه وخليك فوق الموجه على قولتهم، بحيث ان انت اليوم اللي بعده انت صاعد الموجه، فتلقائي سناب راح يقترح محتواك، لانك انت امس اصلا صار عندك تقييم حلو بكتشف، صار في مشاهدات، صار في دخول، فاليوم اللي بعده راح تدخل، راح تصعد الترند، بس مو بنفس قوة انه يوم وترك. وهذه نقطة مهمة، اذا نقلت محتوى من شخص اخر على سنابك، نزلت المحتوى الخاص فيه، اول شيء حاول انك تمنشن الشخص اذا كان موجود على السناب، هذه واحدة. الثانية، اذا مو موجود على السناب تأكد انك انت جايبه من نفس الشخص من حسابه من على اي منصة ثانية، فقط تكتب اسم اليوزر، سورس المصدر، اسم اليوزر. وهم بعد لازم يكون قريب من محتواك، تستشهد فيه، تذكر بعض الامور، يعني مثلا انا كتقنيه احط لكم بعض المرات امور تقنيه، امور فيها تكنولوجيا، تنبيهات، هذه بعض الامور. وهم بعد حاول ان المحتوى الخارجي اللي انت تجيبه او تنقله من شخص اخر ما يزيد عن 20% من اصل محتواك، يعني 20% محتوى منقول، 80% محتواك ينزل على سناب. وإن شاء الله أني ما قصرت معكم وأن الشرح وافي ومفهوم. وهم بعد اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار لا ينسى يكتب سؤاله، إذا كان في خطأ
نصحح لكم، وإذا كان في معلومة جديدة نفيدكم. والحمد لله وفضل من الله أنه وصلنا للأرقام هذه نتيجة بحث واختبارات لمدة سنة كاملة أو أكثر تقريبا لين وصلنا للأرقام هذه. والسلام عليكم.